مساء الخير عليكم. والله لا أنا في هاد الأيام معصب بزاف على طريقة تعامل الجوازات ديال تركيا مع المغاربة، والسبب عارفين شكون هما الحراقة، هما دوك الناس اللي كيجيو هنا وكيخالفوا، الناس اللي كيجيو هنا وكيقلبوها سرقة، الناس اللي كيجيو هنا وكيقلبوها شي حاجة تانية. دوك الناس اللي جاو عطاو صورة خايبة على المغرب، خلاو المغاربة اللي بكرامتهم، اللي بعزهم، اللي بفلوسهم، اللي بقيمتهم يتهانوا قدام وليداتهم وعيالاتهم وابائهم. تخيلوا معايا، دابا تقريبا 15 يوم ولا وقتاش ما كيوصل شي طياره من المغرب تقول لهم اللي عنده باسبور مغربي يدوز هكذا، كيدخلوهم لواحد البيرو كاملين ويبقاو يفتشوا فيهم ويبقاو عليهم عطيونا الروتور، عطيونا الريزرفاسيون ديال لوطيل، عطيونا الفلوس كاش، ورونا الفلوس كاش، شحال غتبقى هنا، فين غادي تمشي، اش غادي دير، وعلاش جاي. هاد الاسئله كامله كان ممكن الواحد يتفاداها لو ما كانوش هاد الناس اللي جاو وشوهوا بكم وشوهوا بالسمعه ديالكم وطيحوا من قيمه المغربي في هاد البلاد. لانه قبل كتقول لهم المغرب تفضل تفضل، دابا تقول لهم المغرب تقول لك دوز كونترول، وشحال من واحد رجعوهم من المطار، شحال من واحد وشحال من وحده رجعوهم من المطار. تخيل مثلا انا جايه نزور بنتي مزوجه تركي، اكيد انا بنتي هي اللي غتوكلني وتشربني وتنعسني. تخيل تقولوا ليها واش معاك الفلوس باش تعيشي، واش معاك ريزرفاسيون ديال لوطيل، واش معاك تذكيره العوده. انا راه جايه عند بنتي، علاش كتسولوني هاد الاسئله؟ نبقى معاها حتى 3 شهور، بنتي غتوكلني وتشربني، راه راجلها لاباس عليه. تخيلوا معايا واش وصلتني واحد شي تصاور اليوم كيفاش المغاربه هكذا دايرينهم ومكحزينهم وداكشي. بقى فيا الحال، علاش انا بنات بلادي ولاد بلادي بقاو يتهانوا في الجوازات من طرف لا هادو الجمارك ولا ما عرفتش الشرطه ديال تركيا؟ علاش يتهانوا؟ علاش؟ راه جايين بفلوسهم وجايين بقيمتهم وجايين برزقهم، علاش يتهانوا؟ السلطات ديالنا ديال المغرب تهضر وتوصل الميساج، تقول لي هذاك المغربي اللي جا عندكم لتركيا راه جاب فلوسه، جاب عزه، جاب رزقه، ماشي جا باش يسعاك. الا جا واحد باش يسعاك راه ماشي كلهم جايين يسعاو، كاينين اللي جايين وكيخسروا الملايين عندكم في ديك البلاد. خص ضروري شي ميساج يوصل من القنصليه ولا من السفاره ولا من السلطه ولا من وزاره الداخليه ولا الخارجيه، ضروري يوصل. ولا عاملوهم بالمثل، عاملوهم بالمثل. سمحوا لي انا مغربي تركي، ولكن كتبقى الغيره على البلد ديالي اقوى، لانه انا ما يمكنش ليا ولاد بلادي وبنات بلادي كيتهانوا عندي في بلادي الثانيه وغادي نسكت. لا، نقدر نهضر، من حقي نهضر، ما نسكتش، لانه انا دمي كيتهان، دمي كيتهان. وانا كل نهار نتلاقى مع شي واحد يعاود لي نفس القصه ويعاود لي نفس المشكل. انا عرفت شحال من واحد يدخل علي يقول لي لا وانت راه تركي وراه في بلادك وهذه ما تقولش هاد الهضره. لا اسمح لي، انا دمي كياكلني، الدم هو اللي كيحكم، ماشي هو الباسبور اللي كيحكم. دمك هو دمك. فصراحه انا ما عجبنيش الحال، وكنتمنى من السلطات ديال المملكه المغربيه ديال بلادي دير شي قرار، ولا دير شي جيست، ولا دير شي اشاره، ولا دير شي حل باش خوتي وخواتاتي ولاد بلادي وبنات بلادي ما يتهانوش في المطار ديال تركيا من طرف الشرطه التركيه ولا الجمارك التركيه ولا هذوك الناس اللي خدامين في المطار. فهمتوني؟ تحيه لبلادي وتحيه ولاد بلادي، وعاش الملك. نقولها ونعاودوش لبا فمي. المهم انا ما عجبنيش الحال، وهذا الميساج بغيت يوصل لكم، لانه انا ما نسكتش على هذا الشيء. شوفوا ولاد بلادي كيتهانوا ونقول لهم لا انا تركي اش دخلني فيهم؟ لا انا مغربي ودمي مغربي، وما نسكتش على اللي حاجه اللي تمس ليا ولاد بلادي. والله وليت مفقوس. عطيت لكم هاد الصوره، هي اللي كرهتني، زادت كرهتني كاع.